على اسم العذراء السيد المسيح نفسه، لأن العنب المقدسة في رحلة الرجوع إلى مصر مروا على سمنود وقعدوا في نفس المكان اللي احنا قاعدين فيه 17 يوم. اللي خلاهم يقعدوا الفترة دي إن السيد المسيح عمل معجزات كتير جدا وهو طفل. لما جه سمنود كانوا شايفين واحد ميت رايحين يدفنوه، فالسيد المسيح شاور لهم كده وجهه، حط ايده على الميت اقام الميت. طبعا السيد المسيح عمل في الصغر معجزات الكتاب يقول لو كتبت واحدة فواحدة لا أظن أن العالم نفسه يسع الورق المكتوب. طبعا كل بيت سمنود كان نفسه ياخد العنب المقدسة بيت، وخدوا بالكم ان دول كانوا وثنيين بيعبدوا اصنام، ما كانش في مسيحيه لسه. فالست العذراء شكرتهم، والسيد المسيح بص العذراء وانها سيقام في هذه المدينه بيعه على اسمك تكون مباركه الى الابد. يعني الكنيسه والاسم والبركه ده من السيد المسيح نفسه. طبعا السيد المسيح لما جه هنا كانوا بيشربوا العنب المقدسة اللي بتشرب من البير موجود في الحوش بره هنا، اللي ما شافوش يشوفوا بعد ملك. واحنا طبعا حرصا على صحة الشعب عملنا تحليل المياه. اولا حطينا مواسير على بعد 52 متر وحللنا المياه الاول في التحليل الدولي، ولما قالوا انها صالحه للشرب بدانا نعمل حوض حنفيه علشان الناس تاخد مياه من البير عن طريق الحنفيه تبقى سهله. طبعا المياه شرب منها رب المجد والست العذراء ويوسف الحجاج والقديسه سالومي، ما تنسوش اسمها، ان هي دي اللي خدمت السيد المسيح مع الست العذراء. طبعا المياه دي بتشفي امراض كتير قوي، وخصوصا الامراض الجلديه سواء في الجسم او في الراس. بياخدوا المياه يستحموا بيها ربنا يشفيهم. وكتير جدا المياه دي لما يكون حد عنده حصوات بيشرب المياه ربنا بيشفيه، وبتنزل الحصوات يا اما في الكنيسه في ساعتها يا اما لما بيروح البيت. اسمك يا رب. الكنيسه دي مبنيه على اثار كنيسه ثانيه، يعني كان في كنيسه حدوها وبنوا دي عليها علشان خاطر المياه كانت بتغرق الكنيسه، المياه الجوفيه. عشان كده حامل الايقونات ده اقدم من تاريخ الكنيسه، لانه بتاع الكنيسه بتاعها. عندنا بقى هنا صليب السيد المسيح تحتيه حيتين، وده شكل الحيه اللي ربنا خلقها منه. كان ليها جناحين وليها 4 أرجل، كان لها جناحين و4 أرجل. لما ربنا نعم الحية كسر الجناحين وكسر الرجلين وبقت تزحف على ايه؟ على بطنها. معناه ايه الكلام ده؟ ربنا بيكسر من جناحاتها ورجليها عشان ملهاش سلطان علينا، عشان ما يبقاش لها سلطان علينا. أعطيتكم سلطان أن تدوسوا الحياة. إحنا بندوس، إحنا اللي بندوس على الحياة العقارة. يعني محدش
يقول الأعمال والكتابة والسحر الكلام ده مش تبعنا. وحتى لو حد قال له كده عندنا القوة لتقاوم. ما اتكلمش عن الشيطان، لكن اتكلم على مين؟ اتكلم على ربنا أبويا. اتكلم على رئيس الملائكة ميخائيل. برضه ما اسموش ميخائيل، ما اسموش الملاك ميخائيل، اسمه رئيس الملائكة، لأن ربنا بيقول عليه رئيس جند الرب، الرئيس العظيم. لما الشيطان سقط ربنا جاب رئيس الملائكة ميخائيل بداله، وحصل حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين الشيطان وملائكته، برضه انهم اصلهم ملائكة. مين اللي غلب الثاني؟ مين؟ رئيس الملائكة. رئيس الملائكة اللي غلب رئيس الملائكة. طب رئيس الملائكة ده كان حاجة منتهية ولا لسه موجود؟ حاجة من زمان موجود. يبقى احنا لما نحس بأي حاجة نصلي ونطلب رئيس الملائكة الكريم ميخائيل. ودايما ناس كتير قوي يقول لك اصل انا بقلق بالليل، انا بخاف. الكلام ده مش كويس وفي قلة إيمان. احنا قبل ما ننام نصلي نقول يا رب احطنا بملائكتك الايه؟ القديسين، لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين. ومرشدين. ربنا يبعت معسكر محفوظين ومرشدين. ونطلب بقى القديسين اللي احنا بنحبهم. يا قديس انا عايز انام، هم يناموا، هم يناموا. كنت قريبين من هنا، كنت اقول لكم ان الست الوليه الحلوه اللي بتنيم، عارفين القديسه رفقه؟ عارفينها؟ وولادها الخمسه حنينه، انا مش عارف ينام. يقول لها يا ست رفقه انت حنينه، انت وبنتك امونه وعايزه انام. مش هقول لكم جربوا، مش هينفع اقول لكم جربوا تعملوا كده بإيمان. ده مش تجربة، ده إيمان. أما ربنا يقول كده بتأكد. إن الحاجة الثانية بزعل جدا جدا، مش أنا اللي بزعل بقى، ده ربنا يزعل لما يقول إحنا غلابة ومكسورين الإيه؟ ينفع إحنا أولاد الله نقول مكسورين الجناح؟ اوعى حد ينطق الكلمة دي. ماشي؟ طيب. بين صور القديسين الآباء الرسل عن القديسين في حمام. الحمام رمز للسلام ورمز للروح القدس. الحمام نازل منه سلسلة بتنتهي ببيضة نعام. اللي احنا شايفينه ده بيض نعام. البيض مهم جدا في الكنيسة لأنه بيرمز للقيامة. البيض مش بدل نعام بس، أي بيضة بترمز للقيامة، لأن مكونات قشرة البيض هي مكونات الحجر. السيد المسيح دفن في قبر إيه؟ حجر. البيضة مقفولة من كل يمة تبقى قبر، لكن جواها كائن حي. زي السيد المسيح ما كان في القبر ميت بالجسد حي باللاهوت. بعد كده نقول ايه؟ البيض فأس يعني ايه؟ يعني الكائن الحي اللي جوه كسر البيضة وطلع نفسه من البيضة كما أقام السيد المسيح نفسه من الأموات. عرفنا بقى؟ علشان كده احنا بناكل البيض تاني يوم عيد القيامة. ما فيش حاجة اسمها شم النسيم. احنا كمسيحيين بناكل البيض تاني يوم عيد القيامة، لأن ده اللي ترمز للقيامة. هم بقى يقولوا عند الربيع عند الخميس مالناش دعوة. خلاص؟ لأن ده مالنا كنيسة.
بيت النعام بالذات بيبقى رمز لعناية ربنا، لأن النعامة ما بتبيض البيضة تفضل حاطة عينيها على البيضة بتبقى تفت. رمز الوعد ربنا عين عليك من أول السنة لإيه؟ مش من أول يناير لغاية ديسمبر، من قبل ما نتولد لغاية ما نروح فوق. من قبل ما نتولد هو عارفنا لغاية ما نروح فوق. عندنا بقى هنا القديس أبانوب ده الرفاق بتاعته. الصورة المنصورة راكب على حصان. برضه في مبدأ مهم، أي قديس راكب حصان مش معناه إن هو كان ظابط وهو ما رجعش راكب على حصان عشان كان ظابط، لا دي ملهاش دعوة. لكن الحصان ده رمز للقوة والشجاعة. ماشي؟ صحتك عاملة إيه؟ زي الإيه؟ الحصان. ما في حوت تاني بس مش تبعنا. مش عارف هو مار باين ولا إيه، ما أعرفش بيقولوا على إيه. إحنا تبع الحصان. مش كده؟ فإحنا لما قلنا أنا صحتي زي الحصان يعني إيه؟ قوية وحلوة. هنا بقى في المقصورة الأساس دي في بعض عظام 8000 شهيد. 8000 شهيد. 1000 و1000 و1000 8000. أنا بقولها عشان محدش يلخبط عنها. دول من سمنود، لأن سمنود كانت ولاية كبيرة وكانت صوفية، وخرج منها ناس كتير عشان يستشهدوا، وكان في سجون كتير جدا، لأن شوف بقى 8000 واحد عايزين كام سجن يعني. والسجون بتاع المسيحيين ما كانوش بيقفلوا عليهم البيبان، صوروا سجن والبيبان مش مقفول عليهم. ليه؟ لأن هم اللي رايحين برجليهم. لما باب السجن يبقى مفتوح انعدم بالزين محدش بيهرب. في عذابات القديس أبانوب الوالي أمر بجلد القديس على بطنه اتفتحت وأحشائه خرجت لبره، فجه رئيس الجند الرب الخيم دخل أحشائه جوه ولبس على بطنه شفاه، فالوالي اتغاظ وأمر بوضع القديس أبانوب في السجن. ربطوه في رجليه بسلاسل الحديد وشالوه حطوه في السجن. المسيحيين اللي في السجن لما شافوا كده ولقوا القديس أبانوب صغير آمنوا وكان تشجيع ليهم يعني، وخرجوا كلهم قالوا احنا نؤمن بالله القديس أبانوب. وكل المسيحيين بقى سمعوا الهتافات وخرجوا كلهم استشهدوا كلهم في يوم واحد اللي هو يوم 9 برمضان. ليه رجاء بقى؟ ليه رجاء؟ أما نيجي نقول هنروح القديس أبانوب، نقول القديس أبانوب ب8000 شهيد. يا ريت نعمل كده. ماشي؟ ما تهموش الحكاية دي. ليه بقى؟ مش معقول همسك في واحد واسيب 8000 واحد. ما هو 8000 دول كل واحد زي القديس أبانوب. لما أقول القديس أبانوب 8000 شهيد أنا باخد قوة رجالة. لما نقول هنروح القديسة دميانة وال40 عرب برضه ما ناخدش دميانة لوحدها وفي 40 وحدة زيها. في معجزات كتير جدا للسبانوك. الشبابيك اللي انت شايفينها دي فيها كراسي بعجل. يعني كل المعجزات ده كان عندهم سرطان اثر على ظهرهم وعلى المشي، لما جم هنا ربنا ربنا شفاه. المعجزه الاخيره اللي حصلت وانتم داخلين بس السنه الواحده
واحدة بس اللي شفتها. أقول لكم عليها ولا بلاش؟ أقول طيب. المعجزة اللي حصلت إن أنا شفتكم كله قبل ما أعمل